والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. متأخرين جدا على الدوام. باقي 10 دقائق عن الحصة وانا لازم بعدني اروح الكلية على السيكل. الله يعين. بس نسوي الحين واركض الى الدوام. الفلوق التاسع على التوالي. هيا بنا. وهوس عليك. والساعة 9 ضبط يا ناس، واحنا بعدنا ما وصلنا الكلية وتأخرنا على الكلاس وشب عليه. ووصلنا الكلية ومتأخرين 10 دقايق، لكن المفروض المحاضر اللي عندنا الحين لا يبدأ الحصة إلا بعد ربع ساعة. سوف نرى ما الذي يحصل في الحلقة القادمة. وصلنا المواقف. طيب يا جماعة، خلصنا كلاس الحين. غير جدول اليوم. كان مفروض اليوم حصص من الساعة 9 للساعة 4، لكن تغير الجدول وصار عندنا بريك من الساعة 11 للساعة 1. والحين عندنا بريك وبناكل. شوف اسمع. اليوم الطلاب هنا في الكلية والشعب كلهم يسجلوا. وبعد ما تريقنا الحمد لله الحين مكتبة مستعد حال الكلاس الجاي. بس في حاجة حبيت أقول لكم عنها. مثل ما لاحظتوا أنا الحين ساكن في عائلة، والسكن في العائلة أنا شفته مريح بالنسبة لي. في بعض من الناس يفضلوا إنهم يسكنوا في شقة في العائلة، لكن شوف مثلا أنا اليوم الصبح مشيت متأخر بسرعة وشو أغراضي على السيكل. بعض من الناس ما بيواحوا يتريقوا، لكن في حالي أنا وأنا طالع يا الحقية ما شاء الله عليها ما مقصرة نجهز سل الريوق بكيسة عطتني إياه. توكل على الله وحصلت ريوقك اليوم. وكل سكن له إيجابياته وله سلبياته. السكن مع عائلة له إيجابياته وله سلبياته، سكن الشقة بروحك لها سلبياتها ولها إيجابياتها، وكل واحد يشوف اللي يرتاح له والأمور طيبة. الحين أنا جالس في المكتبة، طبعا تشوفون تسمعوني أصارخ، لكن عادي. في غرف ممكن تحجزهن تجلس فيهن وتصورخ فيهن على راحتك. نخلص الحين مني، بعدين بنصير الكلاس آخر كلاس، وبعد هذاك الكلاس برجع هني مرة ثانية بننتج الفيديو خفيف. وبعدين اليوم تدريب الجامعة الأول وأنا ما بقدر أتمرن، لكن وش نسوي؟ إن شاء الله يوم الخميس ثاني ندبلن وبنحصل لنا حل إن شاء الله مع الدكتور. وخلي الكلاس الحين. I think Crispin will be good at just perfect for this job as he is. وخلصنا دوام وإلى البيت نتجه. وصلت البيت الحمد لله، لكن قررت قرار. أنا متعور وما أقدر ألعب صح، لكن الليلة بصير أتمرن وبجرب. ليش لا؟ بشوف لأن كذي ولا كذي. الخميس رايح دبلن عشان الموعد وتشخيص الإصابة. برقد شوية ساعة ونص وبعدين إلى الكلية مرة أخرى. ووصلت الرسالة. هذا رسالة الموعد اللي حجزناه يوم الخميس إن شاء الله، في كل معلومات وكل حاجة، وإن شاء الله خير. يا جماعة الخير، حان الوقت. بعد النوم اتفقنا في التمرين، لكن للأسف نمت زيادة والتمرين بدأ قبل 5 دقائق للأسف. نصيحة مني يا جماعة، إذا باغين تسووا أي شيء لا تسووا بس منبهين، سووا 10 منبهات، لأن ما تعرف على أي منبه راح تمشي. فالحين وش الخطة؟ إن شاء الله أنزل أتعشى. طيب يا جماعة، تعشينا الحمد لله. وإذا تعلمنا شيء هذا اليوم إن هذا هو يوم التأخير العالمي. يعني تأخرت صباح على الدوام وتأخرت على التمرين ما حضرته، مع إني ما كنت متأكد. أنا الصراحة ما كنت يعني عازم إني أروح التمرين، خلاص كنت متشاور بعدني متردد. يمكن هذا السبب ما نشيت عشان التمرين. لا تنسوا هذا فلوقنا التاسع على التوالي. لو إنه ما وايد طويل شوية قصير، لكن نحن إن شاء الله مستمرين ويوميا راح ينزل فلوق إن شاء الله. وبكرة العاشر نحن قدها بنوصل ل50 فلوق، وباغين منكم نوصل 10,000 صديق. طيب يا جماعة ما بنطول عليكم، ألف شكر على المتابعة. لا تنسوا لايك سبسكرايب وانشروا هذا المقطع. إن شاء الله نشوفكم في فلوق بكرة. النيادي إلى الجميع، السلام عليكم.
حبيت أذكر لكم موضوع بسيط جدا عن اختفاء العمانيين. ليش العمانيين ما ظاهرين؟ ليش العمانيين ما نشوفهم؟ Yeah, brilliant. And they're the type of things, you see, because I'm kind of prizing them out of you, you need to have them kind of jumping out, because they're exactly the sort of